دونالد ترامب أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ الانتخابات الأمريكية، ليس لكونه مليارديرا فحسب، بل لأنه انتهج خلال حملته الانتخابية أسلوبا عنيفا في تحفيز مشاعر الأمريكيين تجاه القضايا الحساسة والعنصرية والقضايا المتعلقة بالشأن المالي للمواطن الأمريكي. ورغم أن استطلاعات الرأي كشفت أن 60% من الأمريكيين لا يعتبرون ترامب أهلا لمنصب الرئيس، فإن المرشح الجمهوري المثير للجدل استقطب أصوات كثير من الناقمين على سياسة باراك أوباما. الوطن الإلكترونية رصدت آراء الشارع وكيف يرى وصول ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض. هو احنا نقول يعني متى وصل القصر؟ قال امس العصر. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال توه مستلم، توه صاير، ما نقدر نحكم عليه، يعني مستحيل انك تحكم عليه يعني. وبعدين هم هذول عارفين شغل الدواء، وبعدين في مستشارين وفي هذا. لا والله ما كنت اتوقع ترامب يفوز بالانتخابات بامريكا. ما كنت متوقع ان الشعب الامريكي يعني ان كامل ارادته تختار ترامب، يعني صراحه اللي متوقع ان كلينتون اللي تاخذ الموضوع. وانا حاسس انه في تلاعب صراحه، في تلاعب موضوع التصويت، لانه يمكن هو كان مجرب هيلاري من قبل كونه وزيره خارجيه، فما اتوقع انه بيجربها مره ثانيه، عارف هو خلفياتها شنو. يعني ليش احنا يعني لو فايزه هي يعني نقدر نقول شو اسمه هذه كلينتون، هذول يسمونها لو فايزه، يعني هم نفس الشيء، يعني مستشارين وهذا، يعني شخص واحد ما يقدر يعني. هذا احنا الحمد لله دول صغيره، يعني كم وزير عندنا، كم مجلس عندنا، كم هذا، كلها الاشياء هذه ما تطلع عفويه يعني هالشكل. اتوقع ان كلام ترامب قبل بالانتخابات كله كان كلام دعائي، ما راح يطبق منه شيء. السياسه الامريكيه بالشرق الاوسط راح تتاثر، خاصه ان تصريحاته السابقه والجديده كلها تتكلم يعني وياي صوب الخليج عامه والشرق الاوسط. يعني انا احساسي انه راح يكون في تاثير قوي. استطلاعات الراي الامريكيه اللي كانت تقول فوز كلينتون كانت موجهه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، انه تو يعني لا نجرب نشوف، يجربون العالم رايحه تجرب. هاي دوله عظمى، دوله كبيره امريكا، وفي طبعا علاقات مع بعضهم، هذول 5 دول، هذول اللي شو اسمه فرنسا وروسيا، وهذول غير طريقتهم متحكمين وبعدين الحمد لله يعني احنا دول الخليجيه هم محتاجين حق دول الخليج، يعني عندنا شغله محتاجينها هم يعني، وفي تبادل بين الدول يعني. وهذا ليش لا؟ خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، هو يعني فاز الريال. استطلاعات الرأي اللي كانت تشير لتفوق هيلاري كلينتون كانت سقطة للإعلام الأمريكي صراحة. فاز بالحق، فاز بالأصوات، فاز الريال.